انت زهقت من الكلام الكتير عن الهجرة، بس في برنامج في كندا ممكن يفتح لك باب الإقامة الدايمة من أول يوم وصولك. بس أغلب الناس بتدور غلط وبتقدم في مدن غالية والمنافسة بتبقى شديدة، فبيتعبوا وبيجيلهم إحباط. قبل ما نبدأ أنا هسجل الشاشة قدامكم وهظهر لكم في الركن علشان أبقى معاكم خطوة بخطوة. هنشوف إزاي نلاقي المجتمعات دي وإزاي ندور على شغل فيها وإزاي نقدم عليها. البرنامج ده معمول للمدن والمجتمعات الصغيرة في كندا. الهدف منه إن هم يجذبوا المهاجرين يعيشوا ويشتغلوا هناك، والمقابل ترشيح من المجتمع ده وبعدها تقدمه على الإقامة الدايمة بشكل مبسط مقارنة بالمدن الكبيرة. طبعا المميز فيه إن التكاليف المعيشة أقل بكتير، فرص عمل حقيقية، ومجتمع صغير بيساعدك تستقر. تعالوا ما نشوف. نفتح المتصفح وندخل على الصفحة الرسمية للحكومة الكندية، ودايما اتأكدوا إن هي الصفحة الرئيسية الحكومية. أول حاجة هنشوفها هنا هتبقى الموقع الرئيسي للحكومة الكندية وهو canada.ca، وركزوا كويس في canada.ca. هننزل تحت هنشوف immigration and citizenship. اوكي، هندخل عليها. هنلاقي قدامنا كذا جزء، احنا ملناش دعوه بالجزء الاولاني او الجزء التاني. اوكي، هننزل تحت اكتر. هنشوف قصادنا live in Canada permanently، اوكي، او PR. هنخش عليها وننزل تحت اكتر. اوكي، هنلاقي تحت مكتوب work based immigration programs. اوكي، هنسيبه برضو. هننزل تحت اكتر. اوكي، هننزل تحت هنلاقي rural and francophone community immigration pilot. هنخش عليه. هنلاقي قدامنا اختيارين، الاولاني اللي هو Rural Community Immigration Pilot RCIP، هنختاره. وطبعا لو عاوزين التاني ده للناس اللي بيتكلموا فرنساوي. هتفتح قدامنا الصفحة دي، واول ما بندخل هنا بنلاقي انه مكتوب قدامنا ان في 14 مجتمع محلي هم اللي بيساعدوا الناس عشان يقدروا يجوا هنا. ولما ننزل تحت هنلاقي السيكشن اللي احنا هنمشي فيها واحدة ورا التانية. اول واحدة ازاي تقدم. اول ما بتخش بيقولك الشروط اللي محتاجينها للناس اللي عاوزة تقدم. اول حاجة بنشوفها هنا بتبقى ان هم عاوزين خبرة تكون سنة او 1560 ساعة في اخر 3 سنين. تاني حاجة اثبات اللغة. تالت حاجة بيبقى التعليم. رابع حاجة وهي اثبات انك معاك القدرة المالية، وهندخل عليهم واحدة ورا التانية. وهنا هنخش على اللغة، وهنا بيبقى قصادنا اللغة الانجليش او الفرنش، بس احنا طبعا هنركز النهاردة على الانجليش وبس. طبعا لو حد عاوز فرنش ممكن يبص في الفرنش بنفسه. هننزل تحت هنلاقي هنا عندنا CLB والايلتس. اغلبية الناس بتبص على الايلتس وهم محتاجين هنا ليفل 4 او 5 او 6. وادي اللي قدامه كله سواء reading writing listening speaking، فالدرجات ما بتبقاش عالية قوي زي الاكسبريس انتري. وهنا التعليم. التعليم هنا بيبقى للثانوية العامة او للجامعة، ما بتفرقش بس يبقى معاك شهادة. بعد كده الخطوة الأهم اللي الناس كلها بتسأل عليها وهي الفلوس. ولو وصلت لحد هنا يبقى أنت فعلا ناوي تبدأ بجد. ما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة مني أول ما تنزل. هننزل تحت هنلاقي الجدول ده قدامنا. الجدول ده بيورينا لو فرد واحد الفلوس اللي هو لازم يثبت إن هي موجودة معاه في الحساب البنكي بتاعه بتبقى 10507. لو واحد وزوجته بيبقوا 13080، وهكذا. كل ما بيزيد عدد الأسرة كل ما بيحطوا قصادهم الفلوس. ودي طبعا عشان تقدر تدعمهم أول ما يوصلوا. أنت ما بتدفعش الفلوس دي ولا أي حاجة، دي بتبقى معاك في حسابك أنت. بعد كده نروح على الجيت جوب أوفر. ودي المشكلة اللي كل الناس بتواجهها أو كل الناس بتحس إن هي صعبة جدا. هي مش صعبة لو أنت لعبتها بطريقة صح. ولما بندخل على الجيت جوب أوفر أو إزاي تلاقي وظيفة، ودي بتبقى أصعب حاجة للناس كلها، لكن الناس مش فاهمة إن هي ممكن تبقى سهلة جدا لو هم عاوزين البرنامج ده. أول حاجة بنلاقيها هنا هي لستة موجودة للمجتمعات اللي فاتحة باب الهجرة ليها، وبتندرج تحتيها نيو برانزويك، أونتاريو، مانيتوبا، ساسكاتشوان، ألبرتا، بريتش كولومبيا. نقدر نختار منهم أي واحدة، وزي ما احنا شايفين بالظبط الخطوات بتبقى كده. تعالوا مثلا نشوف نورث باي أونتاريو. أول ما بنفتح بتبقى دي الصفحة بتاعت المجتمع نفسه، وهنا بيعرفك كل حاجة عنه. وأول ما بتشوف بيبقى فيه الشركات موجودة، وهنا دي إزاي تقدم. وتحت هنا بيوريك الخطوات كلها خطوة بخطوة. وهنا زي ما احنا شايفين إزاي تقدر تجيب عرض عمل. بعد كده بنشوف إزاي تقدر تقدم. هنا بيوريك كل الطلبات اللي انت عاوز تمشي عليها وإزاي تقدمها واحدة ورا التانية. محتاجة منكم بس تفتحوا واحدة واحدة وتقروها وتشوفوا كل حاجة فيها.
الموضوع سهل مش صعب. وفي الآخر بيوريك دي الورقة اللي أنت بتعملها عشان الفلوس. وهنا مفيش حد بيطلب منك أي فلوس تدفعها خالص غير لما تبتدي الحاجات بتاعتك، والحكومة هي نفسها اللي بتبعت لك إمتى تدفع وإمتى ما تدفعش، لكن مفيش حاجة بتدفع مقدما قبليها. وطبعا الكشف الطبي والحاجات دي كلها بتبقى عليك أنت، وهم اللي بيحددوا لك طبعا تروح أنهي مستشفيات. ما ينفعش تروح أي مستشفى وكده وخلاص. هنا بيوريك بعد ما بتقدم إيه اللي ممكن يحصل، وبيوريك طبعا لما توصل كندا إيه اللي برضه ممكن تعمله. هنا لما أنت بتيجي بتقدم لازم بيسألوك أنت جوه كندا ولا بره كندا. وهنا بيكون في فرصة برضه للزوج أو للزوجة إن هم يشتغلوا في نفس المجتمع. هنا لو أنت بتقدم من بره كندا بتختار طبعا البلد اللي أنت موجود فيها. الموضوع مش صعب، أهم حاجة لازم تعرف إزاي تبدأ وتبدأ منين. دي طريقة من الطرق، والطريقة دي سهلة وفي ناس كتيرة جم بالطريقة دي. كل المطلوب منكم إنك تفتحوا الموقع وتقروا كل حاجة فيه وتشوفوا طلباتهم إيه. مفيش حاجة هنا في كندا اسمها شورت كات أو طريق مختصر. كل حاجة هنا بتبقى أوراق ولازم صبر، لأن لو عاوز توصل لهدفك لازم تكمل في الطريق الصح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك واكتبوا لي في التعليقات تحت كل أسئلتكم واستفساراتكم وهجاوبكم عليها، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.